سلام حنوناتي، كراكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا غايه لاباس، ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال، تكونوا في صحه جيده ان شاء الله يا رب العالمين. ورمضان كريم ليكم وعلى الاسلاميه ان شاء الله يا رب العالمين. هنايا حنوناتي جيتكم بواحد الوصفه تاع الجلبان باللحم خروف، يجيك ما شاء الله ويجيك حلو، واللحم يجيك يذوب في الفم. هنايا كما راكم تشوفوا معايا الشيلات، نبدو على بركه الله وسموا بسم الله. هنايا الشيلات عندي المكونات، هنايا عندي حبه بصله اللي كنت طحنتها في الاشوار باش تجيني المرقه خاطره، وعندي هنا الجلبان، وهنايا عندي اللحم الخروف، وكل وحده وعلى حساب المقدور تاعها. غير بالمكعب الدجاج ويجيك روعه. هنايا الشيلات نديروا اللحم، وهنايا نديروا حبه بصله اللي كنت طحنتها في الاشوار هكا باش لاصوص تاعكم تجيكم خاطره. وهنايا عندي عود قرفه، هنا عندي الملح، هنايا عندي الكركم، عندي هنايا سكين الجبير نص مغرف صغيره كاع، وهنايا عندي فلفل اسود اللي هو الحرور، وهنايا الشيرات عندي شويه زعفران ما تكثروش هكا باش تجيكم لاصوص اللون تاعها شباب. وهنايا عندي شويه دهان، حاجه باينه دي الدهان تاع ديما تاع الطبخ، تجي فيه واحد البنه ما شاء الله. وهنا الشيرات نقلو اللحم الخروف عفوا، الشيرات مع البصله قليه مليح حتى يتقلى. وهنايا نحطو الجلبان تاعنا، حاجه باينه اللي تكون نتي نقيتيه ونقيتيه وهنا الشيرات مرقو بالماء حامي هكا باش تجيكم بنينه ما تجيكمش صامته. وهنايا الشيرات نحطو شويه طوماطيس كونسونطري، ما تكثروش الشيرات باش ما يجيكمش حامض. وهنايا حنوناتي بعد ما طاب بعد ما وجد جا ما شاء الله، شوفوا بعينيكم الشيرات جا حلو ما شاء الله. جربوه الشيرات وصحة فطوركم.